طبعا اول ما بتسمع كلمه شركه تشطيبات او مهندس ديكور او انتيريور ديزاينر بيجي في دماغك على طول شويه الجبس وشويه الاناره وشويه التجريد اللي هنعمله. فلو انت عندك الفكره دي تاكد للاسف ان هي مش صحيحه 100%. احنا عندنا بنهتم جدا بالتفاصيل الصغيره اللي جوه التشطيب الحلو اللي احنا شايفينه ده. فاحنا بنهتم بكل خطوه من خطوات التنفيذ وخصيصا بنود التاسيس اللي ما ينفعش باي حال من الاحوال ولا نقلل في جوده خامتها ولا نقلل في مهاره الفنيين اللي شغالين فيها. فبالتالي ما ينفعش ان انا ادور على الرخيص في بنود زي بنود التاسيس، ولا ينفع ان انا ادور على التوفير، لان في الحاله دي مش هتحصل على احسن نتيجه. هتبقى ممكن نتيجه حلوه وفينش لطيف بس مش حقيقيه، لانك بعد اول اسبوع او بعد اول شهر او بعد اول فتره هتلاقي مشاكل بدات تظهر، رطوبه، تجاعيد بتقشر، مشاكل كتيره جدا احنا عارفين كويس جدا ان هي هتحصل. الخلاصه ان ما ينفعش ان انا ابص للشكل واسيب الجوهر، لان احنا حتى عندنا الشكل يتبع الوظيفه. فما ينفعش ان انا يهمني الشكل الجمالي واسيب الخامات والفنيين اللي هم اصلا هيعملوا لي البند ده. فنركز علشان كل جنيه بتدفعه تاخد القيمه بتاعته. تابعني واعمل فولو. يومكم جميل.